السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا مرات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو. صباح الفل عليكم او مساء الخير عليكم على حسب توقيت الفيديو اللي بتتفرجي بيه عليا. لو عجبك الفيديو متنسينيش بلايك، ولو مش مشتركة في القناة ياريت تنوريني باشتراكك وكومنت حلو منك. بصوا يا حبايبي، النهاردة ان شاء الله هنعمل كافي كورنر. عايزة بقى تستعمليه كديكور، عايزة تستعمليه ان انت تحطي عليه توابل، ايا كان. المهم ان هو بيبقى شكله تحفة والله في المطبخ وبيغيره نهائي. انا كان عندي اصلا الالواح الخشبية دي، ما كلفنيش اي حاجة خالص غير شوية مسامير والزاوية اللي انا بوريها لكم. بصوا يا بنات، المسامير دي جت كبيرة شوية، فانت لما تيجي تجيبي هاتي حاجة صغيرة شوية. والزاوية دي ب2 جنيه، ب2 جنيه ونص. مش فاكرة السعر قوي بصراحة يا بنات، لان الفيديو ده متصور من بدري. لو تلاحظوا اصلا هتلاقوني لابسه شتوي. دلوقتي يا قمر انتي بتاخدي مقاساتك، بتشوفي ايه المقاس اللي انتي عايزاه، وبتروحي عند اي نجار بتخليه يقصلك الخشب بتاعك. و والله طريقته سهله قوي، يعني انتي تعمليه لوحدك، مش لازم بقى تستعيني باي حد يعملهولك. بس بما ان بقى يعني جوزي موجود فخليته هو اللي يعملهولي. انت بتعملي كده زي برواز، وبعد كده بتحددي المقاسات اللي انت عايزاها جوه في الرفوف الجانبيه. عايزه اقول لكم والله انا كنت مهتميه قوي بالتصوير، بس للاسف ما جاتش مقاس تنزيل اليوتيوب. فالحمد لله ده الشكل الشبه نهائي دي. لو هتسيبيه على لونه كده، انا هنا بقولك انت ممكن تعملي رف كمان هنا، فهيبقى شكله تحفة. انا عايزة اقولك دي كانت مساحة فاضية عندي استغلتها. بصوا، جيت بعد فترة كان عاجبني لون الخشب فما دهنتوش، وجيت بعد فترة كان عندي دي زاوية او وزراء او صدادة مية. يعني لما بتروحي تشتريها من اي محل بتاع ادوات منزلية بتقولي له عايزة صدادة المية اللي بتتلزق على الرخام. عبارة عن ألوان وأشكال، هي زي دبل فيس. خدي بقى مقاساتك وقصي مظبوط، وبتتلزق بكل سهولة. بصوا يا بنات، هي كده زي دبل فيس، بتشيلي الورقة بتاعتها وبتتلزق بكل سهولة، ما فيهاش أي حاجة صعبة. غيرت لي شكل الكافي كورنر 360 درجة. بص يا بنات، زي ما قلتلك، عايزة بقى تحطي عليه المشروبات بتاعتك، عايزة تحطي عليه اي ديكور، عايزة تحطي عليه توابل، ليكي مطلق الحرية. احنا بنتكلم ان احنا ممكن نستغل اي مساحة عندنا في المطبخ وبحاجات والله ما بتكلفك حاجة. يعني دي شوية اخشاب اصلا، يعني هتلاقيها موجودة عندك، ولو مش موجودة عندك بمولة السرير هتعمليها. بصوا يعني شغلي دماغك، هتعملي احلى حاجة. اتمنى بقى لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسونيش بلايك وكومنت حلو زيك، ولو مش مشتركة معايا في القناة نوريني باشتراكك، هكون اسعد واحدة في الدنيا. بتمنى والله ما اغيبش عنكم، بس انتوا عارفين ظروف دلوقتي امتحانات، وكنا لسه خارجين من العيد وكده. فان شاء الله باذن الله احاول ابقى موجوده معاكم. مع السلامه.